أعزائي عزيزاتي، أهلا ومرحبا بكم. في ضيافتنا اليوم شاعر لا يشبه شاعرا عربيا آخر كما قال عنه محمود درويش، أحد شعرائنا الكبار، والكلام لدرويش دائما، الذين قادهم الشعر إلى التمرد على تعالي اللغة الشعرية وإلى تأسيس بلاغة جديدة ظاهرها الزهد وباطنها البحث عن الجوهر، ليصبح الشعر في قصيدته هو الحياة. إنه شاعر العراق الأول، ابن البصرة وقرية حمدان وأبي الخصيب، غابة النخل الأشد كثافة في العالم. إنه صوت العراق الحر، أكثر الشعراء العرب ترحالا وتنقلا بين العواصم والمنافي، ما جعل شعره مدونة حقيقية للمدن والأمكنة والأسفار. صاحب نهايات الشمال الإفريقي، قصائد باريس، قصائد نيويورك، قصائد العاصمة القديمة تحت جدارية فائق حسن، وغيرها من العناوين. فمنذ ديوانه البكر القرصان الصادر ببغداد سنة 1952 سيراكم ضيفنا هذا المساء ما يناهز 40 ديوانا، مما يجعله أغزر شاعر عربي على امتداد تاريخنا الشعري. أعزائي عزيزاتي، يسعدنا جدا في مشارف هذا المساء وبمناسبة اليوم العالمي للشعر أن نستقبل جميعا شاعرنا العربي الكبير سعدي يوسف. أستاذ سعدي، مساء الخير. مساء الخير ياسين، أهلا وسهلا بك، وكل عام وشعرك في توهج. شكرا. سعدي، سيكون سمرنا الشعري هذه الليلة تجوالا في الأمكنة، والبداية ستكون من قرية حمدان التي تقول عنها: في ليل حمدان نقول نم إذا نام النخيل، عندما تشرق في قرية حمدان النجوم نطفئ الأكواخ والمسجد والبيت القديم. ماذا تبقى من القرية القديمة والبيت القديم؟ أنا ظللت أسأل عن حمدان، وفي أحد الأيام التقيت بصديق عراقي شاعر في القاهرة، قلت له: حمدان هذه ماذا عنها؟ قال: عن أي حمدان تحكي؟ لقد بني فيها، وأنا أتحدث عن يمكن الثمانينات، أوسع مطار عسكري في البصرة. قلت له: والجسر القديم حيث كان هنالك سور من اللبلاب الذي يستمر طول العام؟ قال لي: لم يعد هنالك جسر قديم ولا سور ولا لبلاب، طريق ترك هجر، وبني طريق سريع واسع صالح لتنقل العجلات العسكرية وكذا، والطريق القديم لم يعد يستعمل إلا للمشاة وكذا والقرويين. وأعتقد أن حمدان لم تظل قائمة، أنها زالت، ولكنه ميزة الفن أنه يخلق الأسطورة. يعني مثل قرية جيكور في واقعها هي مثل ما قال بدر كذا: فادفع الجدران منها تغدو أطلال خرائب، فادفع الجدران منها تغدو أطلال، هكذا. ولكنها ظلت في خرافة الفن البهيجة، هي صارت واقعا أعلى من الواقع الحقيقي، من الواقع الحقيقي، وعلى وثبتت. صحيح. وعلى فكرة قرية حمدان وهي قريتك وقرية جيكور قرية السياد، نعم. السياب يعني متجاورتين لأنهم جزء من قضاء أبو الخصيب، لكنه حمدان مختلفة. يعني مولدي في حمدان، لكن قرية الحقيقية هي البقيع، وهي متصلة بجيكور، يعني حيث كان البيت كبير، بيت جدي هناك في البقيع، نحن نسميها في البصرة بقيع، يعني النطق متصلة بجيكور. وهنالك عرفت، رأيت بدر للمرة الأولى
قبل أن يغدو شاعرا معروفا. ولكن احنا غادي نبقاو في القصيدة. إذا كان مثلا بدر شاكر السياب في جميع الحالات أخلص لجيكور في قصيدته وتوحد بها. أنت طبعا استحضرت حمدان واستحضرت أبو الخصيب وهذه الفضاءات، ولكنك لم تخلص لها بحيث كتبت على أمكنة كثيرة في دواوينك الأخرى. طبعا بلدك ضاق بك سياسيا على الأقل، فكانت تجربتك الطويلة مع المنافي، ولكن دعني أسألك شعريا هذه المرة، هل ضاق بك قضاء أبي الخصيب؟ هل ضاقت بك حمدان؟ حمدان نفسها لم تضق بي، لكن المشكل لدي أن بلدي الآن لم يعد قائما إلا في انطباعات الطفولة أو الفتوة. يعني هذا ما بقي منه، يعني هذا الجزء الذي ظل متوهجا بهي الألوان مفوفا. أما الأشياء الأخرى عندما أخرج من تلك المرحلة لا أريد أن أطلع على ما سواها. أنا أظل في المشهد الأول في انطباع الطفولة والفتوة، الألوان بهية، الجداول، النخل العالٍ وأشجار الفاكهة، عرائش العنب، شط العرب والبساتين، الجداول وإلى آخره. هذا البهاء الذي لا يمكن أن يمحى، هذا البهاء أنا أظل أمتح منه. صحيح. أعتبره كنزي الخفي، لا أتعمد، لكن فجأة ينتأ في النص، فأنا أظل محافظا على بهائه، على سريته، على كونه كنزا خفيا لدي ومحفوظا في الذاكرة، يعني محفوظا في الذاكرة، وأظل حريصا على أن لا أقول كل شيء عنه، رغبة مني في الحفاظ عليه، الاحتفاظ به والاستفادة منه أن شئت. بكل تأكيد. وإحنا ما دمنا جبدنا حديث الذاكرة وأشرت قبل قليل إلى بدر شاكر السياب، طبعا أنت تعرفه قبل أن يشتهر كشاعر. نعم. ولكن أريد أن أسأل، يعني حينما اشتهر بدر شاكر السياب شاعرا وبدأت أنت تشق طريقك الشعري، هل كانت بينكما يعني بعض الغيرة والتنافس مثل ما يحصل أحيانا بين الشعراء من نفس الجيل، أم تضامنتما يعني خصوصا في البصرة وبغداد على أساس أنكما من نفس البلدة؟ الحق أننا ظللنا على علاقة نبيلة ومجدية حتى مغادرة العراق في 64، حتى كنت أزوره في أيامه الأخيرة بعد خروجه من السجن. ظلت أزوره بشكل منتظم في مستشفى الميناء بالبصرة، وفي أحد الأيام قلت له: يا بدر، أنا راحل عن البلد. وهو من بعد ذهب إلى الكويت، وحيث توفي في العام نفسه في 64. ولكن أتذكر جيدا أنني عرضت عليه أكثر من قصيدة، وأنا أتشرف بذكرى أنه قرأ علي قصيدة كتبها لأول مرة، وقرأها قرأها كنا جالسين على طاولة في مقهى بالبصرة، وقرأها، وكان صوته عاليا في القراءة بحيث أحد الجالسين تضايق لأن كلمة موت ترد كثيرا في القصيدة وهكذا، وأبدل ملاحظة